نبداو بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونبغي نقول لكم باللي حنا عايشين في واحد الدنيا ماشي ديالنا، غير ضياف فيها. واحد النهار غنمشيو عند الله. مبروك عباشركم، مبروك عباشركم، تعاوشروا وتعاودوا. الناس اللي كتصلي وكتقى الله وكدير الخير وما كديرش العار في بنات الناس وفي ولاد الناس. هاد الناس راه آدونا وعذبونا في حياتنا وكرفصونا في حياتنا باش عذبونا بالشعوذه وعذبونا باي حاجه خايبه كيديروها لبناتنا. اش غنقول لكم؟ اش غتقولوا لربي؟ اش غتقولوا لله يوم القيامه؟ وغاش غتقولوا العزرين يوم الحساب في القبر؟ اش غتقولوا ليه؟ اش غتقولوا؟ وباش غتهضروا؟ وين لسان غيعطيكم ربي تهضروا بيه؟ وين عينين غيعطيكم ربي تشوفوا بيهم؟ وين نيف غيعطيكم الله تشموا بيه؟ فهاد العذاب اللي كديروا لبنات الناس كتعذبوهم في حياتهم وكتخليوهم يشوفوا الويل. علاش هادشي؟ اليوم غنعاود لكم قصة بنتي مريم بنتي اللي عذبوها في حياتها وكرفصوها نهار ليلة عرسها، ما خلاوهاش تفرح بالنهار الزين وما خلاوهاش تمد يد الحنه بحال اي عروسه وتفرح بها. مريم كانت مصاحبه مع واحد الولد اللي كانت كتعرفو ملي كانت كتقرا في الكليه، كانت كتمشي وتجي للكليه وكانت كتركب مع واحد مول طاكسي. واحد الولد شاب حتى هو قرا خدا الاجازه ديالو، ما سهلش على راس ربي في ديك الاجازه، مشى دار شيفور طاكسي، خدم شيفور طاكسي، مسهل عليه ربي الحمد لله، جاب رزقو لدارو. مريم هنا تعرفت على هاد الولد، كان الله يعمرها دار، ما عمرو طلب منها شي حاجه خايبه. كتقول بنتي مريم باللي ما عمر طلب مني شي حاجه خايبه. كنت انا وياه كنتقهوى وكنتعاودوا الحياه ديالنا شنو غنديروا وكنخططوا للمستقبل. نهار اللي سهل ربي وخرجت مريم من الكليه وجلسات، جا تقدم للدار وخطبها بحال ايتها بنت. جا دق باب دارنا وقال لينا راني بغيت بنتكم. قلت ليه مرحبا والف مرحبا، جيب والديك وجيب ميمتك وحنا ما نزيدوك غير الخير. هدر مع باها وهدر معايا، المهم كل شيء داز بخير. مشى الدري دار معانا نهار السبت غيجيب والديه وغيجي، وجا في النهار الموعود جاب داكشي اللي قسم الله اللي كيجيبوا الناس في النهار الاول. نتوما راكم عارفين، جاب النوار وجاب واحد الحلوى ديال الخطوبه وجا. نتوما عارفين تجمعوا العائلات بجوج، ذكرنا على اللوازم اللي خاصين، اللي علينا واللي عليهم، اللي غادي بنتي واللي غيجيبوه هما. التفاصيل كامله هضرنا عليها، لا الدفوع لا الذبيحه لا ضريب الصداق، نهار اش غيكون قبل اش غيكون، واش غيكون قبل الذبيحه ولا من بعد الذبيحه. المهم هاد التفاصيل كلها هضرنا عليها، ما زدنا ما نقصنا في هاد التفاصيل. المهم داز واحد الايام ماشي بزاف، شي 2 سيمانات، حنا كنوجدوا المريم، كنبداو نختار شنو غتاخذ معاها شنو اللي غدي معاها. مشينا خدينا الخواتم حنا وياه، يعني داك الشيء المسائل العائليه. واحد النهار حتى كنسمعوا الدقان في الباب الدار، حلت بنتي نيت مريم قالت لي ماما راه عمتي. قلت لها مرحبا، فين هاد الغبور؟ هاد عمتهم كانت غابره، كتمشي كتغبر، ما كنشوفوهاش على عامين على عام عاد كتجي. ايوا جات، السلام عليكم. عليكم السلام، كي دايره؟ بخير. نتوما ما كتجيوش ما كتسولوش؟ حتى حنا ما كنجيوش ما كنسولوش. قلت لها حنا مع الدراري والوقت وانتي عارفه ما نكذبش عليكم. هاد عمتهم عايشه غب بوحدها، ما كنقدروش نمشيو عندها بيدينا خاويين، الكذوب حلال الله حرام، وخا هي بعيده في واحد المنطقه بعيده، حنا ما كنقدروش نمشيو عندها حيتاش بنادم يلا محك مع الوقت، ما كنقدروش نمشيو، خاصك تمشي دي وتحطي وتجيبي. المهم
جلست معانا، شربت معانا كاس ديال اتاي، تغدينا، كلينا داكشي اللي قسم الله. قلنا لها ما غتمشيش، غتجلسي معانا شي ايامات، المهم غتبقاي معانا هنا في الدار شي ايامات عاد زين. شديناها جلست. الغد لين كيجي راجل مريم كيدق في الباب بالطاكسي ديالها، قال لنا يلا حنا كنا دايرين غنمشيو ناخذوا شي حويجات باقيين خاصين. قلت لها انت جلسي في الدار، راه انا غادي نقضيو شي غراض وغنجيو مع واحد السيد. المهم شافتنا هي، قالت لنا شكون هاد السيد، قلنا لها تنجيو نعاودوا لك شنو كاين. مشينا خرجنا قضينا الاغراض ديالنا وجينا. قلنا لها لا راك لا كتاب، حنا جينا نعاودوا لك دابا اللي كاين. الى كتاب راه هاد السيد غيضرب العقد بمريم السيمانه الجايه، راه خطبها وراه درنا تفاهمنا، وخوك راه تفاهم معاه على كل شيء، وان شاء الله راه مريم غتمشي لدويرتها. المهم العمه هنايا فرحات، قالت لنا مبروك الله يكمل عليها بخير. المهم مريم راه ظريفه وتستاهل شي ولد الناس اللي يقوم بها. قلنا لها داكشي اللي كاين حتى هذا راه باين ولد الناس، راه ربي سخر فيه. والمهم دعي لها بالخير وحنا ندعيو لها بالخير والتيسير، وربي ما غيخيبناش. وانتي راكي معانا هنايا، وانتي راه مولات الدار وراكي معروضه، وما كناش غنخليوك، كنا ضروري غنعرضوا لك. دابا راكي انتي معروضه وانتي مولات الدار، انتي جالسه معانا، جلسي معانا حتى النهار تبغي مريم دير العرس وتمشي دار، ما عندك ما تمشي دير. اش غتمشي ديري؟ اش خاصك؟ ما عيينا فيها، قلنا لها ما تمشيش، جلسي بقاي على نيتنا، ما نكذبوش عليكم، على نيتنا، ونيتنا ما فيها لا خضر لا والو، قلبنا صافي كالحليب، لا انا لا بنتي ولا راجلي. قلنا لها انتي حنا راه غنفصلوا لك قفيطين بحالك بحال مريم، غنمشي ناخذ الثوب غنفصل ليا انا ونفصل لك تتي معايا، انتي ما عندكش وغنخيط لك معايا، ما تهزيها من الخياطه ديال اللبسه، راه غناخذ لك شي جوهره ونخيطها لك تلبسيها. المهم السيده هنا قالت لك لا، خاصني نمشي لداري نراقبها ونسورت ونسد القفل ونطرق ونجيب اللي خاصني نجي ونجي. المهم صافي قلنا لها صافي بغيتي صافي خليك سيري سوتي بابك وقضي غراضك وسدي بابك وجي. قالت لنا نهارش الحنه. قلنا لها شوفي حنايا غنديروا الملاك حيت هو غيجيب الدفوع، نهار اللي غنضربوا العقد الجمعه غنضربوا العقد، والسبت والحد غنديروا الملاك وغدير الحنه، ومن وراها غدير بنتي العرس. بنتي مريم باغا داكشي التقاليد ديال زمان، باغا النهار الحنه وباغا النهار ديال البنات تجمعوا بوحدهم والحنه وتفرح براسها، وبعد ديروا ليها العرس. راه العرس غنديروه غا هنا في الدار، راه ما غنديروه لا في قاعه لا في والو، غنديروه غا في السطح، غنديروا البنيه وغنديروه في السطح، وغتلبس لبيساتها والعماريه ديالها وصافي، ما غنكريو لا قاعه لا والو، ما نكذبوش عليكم حنا ناس على قد الحال. وتا داك ولد الناس معاون معانا، تا هو قلنا ليه ما بغيناش نكلفوا عليه حيتاش تا هو معقول وعائلته دراوش، قلت لها بلا ما نكلفوا عليه، يعني داكشي بيناتنا غنديروه في السطح ونوضو نايضين. وراه نهار السبت راه نهار الحنه، راه بنتي غدير الحنه نهار السبت وغتنقش وتجمع صحاباتها والجيران والعائله وندوزو داك النهار. قالت لنا صافي نهار السبت، انا نهار الجمعه غنجي نحضر لدريب الصداق. المهم هنا قلنا ليها شوفي جي نهار الجمعه حضري معنا نحضري الصداق وندوزو داك النهار زوين مع العائله وانتي معانا. المهم مشات جمعت حويجه ومشات، عطينا اللي قسم الله باش تركب وباش ترجع ومشات بحالاتها. جا النهار الموعود هو نهار الحنه، جبنا النقاشه وفرحانين وما قادنا فرحه وحاطين نقاشه، والنقاشه نتوما عارفين كتجيب داكشي ديالها متوله مقاده مصايبه.
السيدة حتى هي كانت عمتها وجات نهار الجمعة. انايا مشغولة مع الناس ومشغولة في الكوزينة وما عندي وقت وما عندي جهد لتا شي حاجة. مشيتي عند النقاشة وديتي ليها شوية الحنة وقلتي ليها هانتي هاد الحنة هادي هي اللي تحني بها لبنتي مريم خلطيها. نقزت انا النقاشة قالت ليها لا، انا حنتي مصاوبة ومقاداها على يدي وما نحني تمشي حنة من غير حنتي ما يمكنش. وزيدون شوفي الشريفة، سيري تشاوري مع مت العروسة ولا وافقت سيري. انا جات عندي مشغولة في الكوزينة ومرفوعة ما نكذبش عليكم، ما عندي خاطر لا نبقى نتعاقر. وهاد لوسي عمة بنتي ما نكذبش عليكم ما كنقدرش عليها على الجهد ديالها، عندها شي جهد ديال الهضره انا ما قاده عليه. جات عندي الكوزينه وهي تقول لي مالها ديك النقاشه، قلت لها مالها، انا الحنه جايبه عاطينها لي الناس ديال النبي عليه الصلاه والسلام، جات من مكه مكرمه، ماني عطيتها لها ما بغاش تحني ليا بالمريم، ماني انايا عارفاني انا راه عمتها وبحال امها. قلت لها سيري انا غنهضر معاها. مشيت قلت لها شوفي الله يرحم باك حني ليها بديك الحنه، راها عمتها هادي ماشي شي حد براني، حني ليها بهاد الحنه الله يرضي عليك بنتي، خليها ندوزو هاد النهار بلا ما تمشي تغضب ليا يولي خوها تاني غاضب تا هو اكثر منا. اللهم خليها راه واحد جوج ثلاثه تمشي تغضب. المهم عطينا السيده الحنه، حنات بها لبنتي، داز داك النهار ديال نهار بالنهار كلاو الناس الحنه في اليدين ديال بنتي باقا نشفوها. في الليل مشينا ننعسو بحالنا بحال الناس. بنتي ناعسه حتى هي في بيتها وناعسين معاها شي بنت خالتها وواحد الدريه كتجي من عائلته هو عائله العريس. الدريه بدات كتغوت لينا في الليل، كتحلم وكتغوت كتحلم وكتغوت. نضت انا كنجري مالكي الدار كامله خرجت ناضت كي مالك يا مريم مالك يا مريم. بديت انا كنقرا عليها في القران، بدا باها تا هو كيقرا في القران. ما نقزتها هي عمتها قالت لينا عين بنادم، طلعت على مزيناتها كل شي حاضيها في الحنه. عين بنادم حنا صافي مشات على بالنا راه عين بنادم. واحد الساعه بنتي صافي مبغاتش تسكت، كتقول لك يدي هي الحنه كتسيل بالدم، حيدوا لي هاد الحنه من يدي راه الحنه كتسيل بالدم. انا على الشيطان كتقول لك وتقول كتمرغ في داك المراح، كديه كامل وتجيبو كامل بالتمرغ. ما نعستش لنا ديك الليله حتى الصباح الفجر. المهم الناس اللي كانوا معروضين تما من عائلته العريس كانوا بيتين معانا، هزوها وديوها لمو، قولوا ليه راه كاين وهاكاين والدريه راه مسكونه والدريه راه ما كتنعش بالليل والدريه راه فيها شي حاجه. مشاو قالوها لمو، مو قالت لي نونو كحل عيونو ما تدخل لداري، ما باقي نتزوج بها ما باقي تدخل لداري. علاش امي مسكونه وراها كاين وهاكاين وهاكاين. راه اختي كانت بايته تما في العرس وها قالت لي وها قالت لي وها قالت لي. واحد اختها هي كانت معنا يو بناتها. المهم الدري لغى كلشي، لغى العرس لغى الجواج، مشى كلشي، ما بقى جواج ما بقى عرس، بنتي ما راحتش. هنا مريم من ديك الليله وهي كطيح وتنوض، وهي كطيح طيح الدريه وتنوض، هي كتنوح النوح وطيح وتنوض. بالاخص ملي سمعته مشى بحالو الراجل، غا زادت كتر حتى لواحد الليله وغنسمعوها تاني كتغوت. ملي نضنا لقيناها مقطعه يديها من هنايا دوك العروق، اجا والله ما وصلتهمش للعرق. هزيناها للطبيب اعتقناها، كانت غتنتحر، اعتقناها وجبناها ولينا كنربطوها بالليل ونربطوها من يديها، ما بقيناش كنخليوها هكاك. الا خليناها هكاك
غادا دير شي مصيبه في راسها. ولينا من الليل ربطوا ليها يديها ورجليها باش تنعس. واش غنقول لكم؟ اما العمه ما غتجيها غير واحد المرضى وغتمرض وغتشد الفراش وغتقول لهم عيطوا ليا على مريم، بغيت مريم وباها. مشينا شدينا الكار ومشينا عندها وقلنا لها حنايا كدايره بخير لاباس عليك. قالت لنا نعترف لكم بواحد السر. اش هو هذا السر؟ شو بنتكم مريم، انا سبابه في عذابها، انا اللي درت لها داك الشيء في الحنه. وعلاش يا لاله؟ شنو درنا لك؟ واش دارت لك بنتي؟ وبنتي غير بنت صابيه وماده يديها الحنه، شنو دارت لك؟ قالت لي عقلتي يا خويا؟ قال لي علاش غنعقل؟ قالت لي عقلتي نهار اللي جا ليا فلان خطبني من الدوار وما بغيتيش تجوجيه ليا. قال لها اياه، ولكن هذاك الانسان ما يليقش لك وماشي ديالك، وراكي شتيه قال لها كي داير وخايب، راكي كتشوفيه دابا حاليا كي داير. قالت لي كنت كنبغيه وكيبغيني وانت ما بغيتيش تجوجيه ليا، وقررت ندير لك تو بنتك هادشي، تعيش العذاب اللي عشتو انا وتبقى بنتك حتى هي بحال هكا معذبه وما تجوجش بحال اللي خليتيني انا بلا جواج. ولكن دابا قالت لي انايا مريضه وغنموت وبغيت نحيد على رقبتي هاد التقليد ونقول لك بنتك مريم صافي غنحبس ليها هادشي اللي كنت كندير ليها كل ليله. هذيك الحنه اللي جبت ليها كسكساها بيد الميت 7 المرات. داكشي علاش كانت كطيح وتغوت وتقول لكم يدي كيسيلوا الدم، راني كنشوف الموتى كيوقفوا عليا. قالت لي دابا راني حبست لها داكشي راه غيتحبس وغيتبطل وما غتبقاش تحلم داك الحلم وما غتبقاش تنوض في الليل وتسعر وتنوض لكم في الليل. وانا راه دابا جيت نتسامح معاكم، بغيتو تسامحوني سامحوني، ما بغيتوش تسامحوني تلحظ الله نتلاقاو. المهم دوزت شي ايامات والدم والامانه امانته وماتت لوسي اللي هي عمة بنتي، ماتت. اما بنتي ما بقاتش كطيح، ما بقات كيجي هذاك الشيء، ما بقات كتجي هذيك الحاله. المهم تشافات ولات كتصلي ولات كتقى الله، واخا هذاك الزواج ما بقاش مشى بحالو. واي راجل دابا كيبغي يتقدم ليها كيقولوا لي هذيك السيده راها مسكونه، حتى حد ما بقى باغي يجي يخطبها، ما بقى حتى واحد باغي يتزوج بها. وانايا قررت نبيع ديك السكنه على ودها ونبدل ديك الحومه ونبدل السكنه ونمشي لحومه اخرى. علاش؟ باش بنتي تعيش بخير وما تبقاش تحس بداك النقص اللي كانت كتحس بيه، وتعيش حياتها طبيعيه وتقلب حتى هي على شي ولد الناس اللي يصونها. وهذه غير جيت نعاودها لكم غير باش تعرفوا ان الغدر كاين والخيانه كاينه، والناس القراب لك هما اللي تخافي منهم. الناس اللي جنبك وحاطه ظهرك على ظهرهم هادوك هما اللي غيخويو بك، وهادوك هما اللي غيغدروك وغيضربوك وغيحسدوك. ومع السلامه ونخليكم في رعايه الله.